جيبي هذا المول العجيب وروحي نديرو التحلية قنبلة في بنة جبنينة خفيفة تبرد على القلب. تابعوا معي حتى الآخر نوريكم كيفية تحضيرها. أول حاجة نوجدو جينواز، عندنا 2 حبات بيض كاملين، ملعقة كبيرة من لافاني، 2 ملاعق كبار من السكر، رشة تاع الملح، ونطروها بالباتر. بعد نضيفو 2 ملاعق كبار من الزيت، ملعقة كبيرة من الكاكاو المر، 2 ملاعق كبار من الفرينة مع نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. نخلطو بلا ما تهبط معنا الجينواز. نجو ندهنو المول بالمارغرين ونفرغو الخليط وندخلوه داخل الفرن يطيب من تحت والفوق. كي نشوفو نشف نخرجوه. نجو نوجدو الكريمه، نسحقو نص لتر حليب، ملعقه ونص من المايزينا، فلو تاع فراس 50 غرام، نحطو فوق النار حتى يخثر الخليط. بعد ما يثقل الخليط نفرغوه في غيسيبيون ونخلوه يبرد. نروح نوجدو صلصة شوكولا اللي فيها نصف كأس حليب، نصف كأس سكر، نصف كأس كاكاو المر. لازم كاكاو يكون بالنوعية جيدة، تعرف فيه من ريحته يكون مليح ولا لا. نخلطه بالبغاء ونضيفه الزيت تدريجيا حتى تثقل معنا الصلصة. نخلطه مليح حتى تولي معنا بهذا القوام. نضيف لها ملعقة من الشوكولا تختيني حتى تعطيها بنة وتولي تبريين. نفرغوها نخلوها تبرد. بعد نجو الكريمة تاعنا بعد ما بردت نخلطوها بالباتر. نضيفوا لها 3 معالق من الكريم شانتيي ونطلعوها حتى تولي معنا بهذا القوام. بعد نضيفوا لها فراز اللي كنت قطعته قطع صغيرة كما راكم تشوفوا ونخلطوا. وراهي واجده معنا الكريمه. بعد نجيبوا الجينواز اللي كنا طيبناها نشربوها بالحليب مع ملعقه صغيره من الشوكولا. بعد نضيفوا الكريمه كطبقه ثانيه كما راكم تشوفوا، سووها مليح. بعد نضيفوا الشوكولا اللي كنا وجدناها كطبقه ثالثه. وفضلت نخبوها ونديروا بها وصفات اخرى راح تحقوها. وبالنسبه للتزيين انا طلعت كاس شانتيي مع نصف كاس حليب وزينتها. بعد ضفت الفراز وتزيين بقى اختياري. وهذه هي النتيجة النهائية. ان شاء الله تكون عجبتكم التحلية، جربوها بصحتكم. اذا عجبتكم الوصفة كتبوا لي في الكومنتار ودولي جيم وابوني. مع السلامة مع وصفة اخرى.